السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله من مطبخ منا هناخد طريقة تخزين البامية سنة كاملة بلونها الاخضر الجميل ده. صلوا على رسول الله. اول حاجة هنملى طبق كبير مية زي ده ونحط فيه البامية بالطريقة دي كده، وبعد كده نطلعها بقى في مصفى مع بعضها. كمية البامية كلها كده ما ينفعش ان انت تفتحي كده عليها الميه تحت الحنفيه، بس مش هتنضف معاكي، ولا ينفع تمسكي الميه كده تصفيها كده، لان بيبقى فيه تحت كميه رمله كده مش كويسه. شايفين الميه عامله ازاي، لونها عامل ازاي؟ مش بقى اللي انت تميلي الطبق كده وتكب الميه وخلاص، العفره دي كلها هتتن معاكي. نطلعها كلها كده ونغير مره واثنين وثلاثه لحد ما تبقى الميه نضيفه خالص ورايقه خالص. انا يا حبايبي انا غسلتها 3 مرات لحد اشوف الميه بتاعتها نضيفه ازاي. اهي دي بقى اخر مره معانا كده في الغسيل. شايفين كده الميه بقت نضيفه خالص معانا، ما فيهاش اي رمله ولا اي تراب ولا اي حاجه. كده يا حبايبي احنا غسلناها اهو، حطيناها في مصفى كده في الصفه، بس يعني ربع ساعه كده ولا حاجه في المصفى كده. بعد ما صفيتها ربع ساعه في المصفى هتجيب حاجه تانية، صينيه كده وعليها فوطه، عليها قماشه نضيفه كده ماشي، وتيجي حاطه عليها الباميه بالطريقه دي كده. تحت مروحه ماشي لو مستعجله، لو مش مستعجله تخليها ايه تنشف براحتها كده. لو كميه باميه اكتر يبقى الصينيه اللي هتفردي عليها اكتر، او المكان اللي هتفردي فيه يكون اوسع من كده. هتسيبها بقى كده تنشف خالص براحتها خالص، وبعد ما تنشف معاكي هتعمعيها، مش هتتقمع على ما تنشف كويس عشان ما تعملش خيط كده في ايدك ومتبقيش عارفه تعملي. طريقه التقميع بقى نوريه واحده لحضراتكم اهي بالطريقه دي كده. شايفين كده معايا؟ تبدا فتحه صغيره من هنا كده عشان تشرب التخديع معاكي لما تيجي تطيبيها وما تبقاش البوز بتاعها ناشف، ومن هنا برضو فتحه صغيره كده، ومن النص فتحه صغيره، تبقى بالمنظر ده معانا. بس كده ما تنفعش الا لما تنشف خالص. تنشف خالص هتعرفي تعملها بالطريقه دي. نعمل كمان واحده مع بعض اهي اهي. تبقى السكينه ميله معاكي كده عشان يطلع شكلها جميل كده. تشيل الحته اللي في البوز من تحت دي، تديها فتحه صغيره كده، فتحه صغيره من هنا كده. لو الحجم اكبر من كده كمان فتحه في النص، تبقى بالمنظر الجميل ده معانا كده بنفس الطريقه كده. بعد ما تنشف خالص الكميه دي كلها هتتعمل، ونشوف هنعمل ايه بعد كده مع بعض. الباميه اتقمعت اهي، بقت زي الفل كده معانا اهي ماشي. وحاطين هنا حله على النار فيها ميه مغليه، وهنحط في الحله دي معلقه كربونات واحده اهي، وحب السكر، ونعصر ليمونه معانا. يبقى الميه هنحط فيها معلقه كربونات ومعلقتين سكر، ليمونه اهي. ممكن ناخد الليمونه كمان هنا. هي الميه بردت، هنستنى عليها دقيقه واحده بس عشان تغلي تاني. هنا يا حبايبي حطينا معلقه الكربونات ومعلقتين سكر، عصير الليمون. انا عندي الكميه دي ممكن تكون كبيره على الحله، ممكن نعملها على مرتين. بسم الله، صلوا على رسول الله. لو لقيت الكميه كتيره شويه اعملها على مرتين عشان الباميه ما تتهراش معانا. الليمونه بقى والكربونات عشان اللون الاخضر يكون جميل معانا وما تسودش تاني معاكي طول السنه. هعملها على مرتين عشان ما تتهراش معايا. قلبيها كده بس، تستنى عليها بس تحس ان الميه بدات تغلي معاكي وتطلعيها على طول. حبايبي اهي لقيت الميه بدات تغلي من النص اهي، يبقى كده ياما كده عليها عشان ما تتهراش مننا. يبقى بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنطلعها في المصفى، نطلعها في المصفى كده هنا، نصفيها كويس كده.
بس دقيقة واحدة بس في المصفى كده، تنزل المية اللي فيها شوية كده. نسيب بقى المية تغلى عشان نحط الكمية التانية. بقى بقية البامية هي في المية التانية، ويدوبك بس برضه نسيبها تغلي بس كده. هنا يا حبايبي دي كمان غلت اهي، هنطلعها بقى المية السخنة نحطها هنا. هنا يا حبايبي حطينا البامية كلها هنا في المصفى. هنيجي بقى ايه هنا عصير الليمونة برضه في المية بالتلج. دي مية بتلج يعني تلج معانا، مية متلجة معانا برضه. هنعصر فيها ليمونة تاني. يبقى عصرنا ليمونة في المية دي، وهننزل بقى بالبامية كده في المية المتلجة دي. المية لسه باردة متلجة اهيت. هنديها تقليبتين كده معانا اهي في المية اللي بتلج بليمون، لحد ما نحس ان البامية بردت كده معانا، والمية لسه برضو متلجة. نسيبها بس دقيقتين كده في المية عشان تبرد خالص. هنا يا حبايبي هنطلعها من المية بتلج، نحطها تاني في المصفى عشان تصفى شوية. المرحلة دي مهمة فيها ان انت تصفيها كويس قبل ما تعبيها في اكياس. لازم تصفى كويس عشان لو حطيت فيها مية هتتلج معاكي، هتلاقي الأكياس من جوه عاملة تلج وماسكة في بعضها جامد. ممكن برضه عشان تتصفى بسرعة نحطها في حاجتين برضه عشان تتصفى بسرعة معانا. هنحط دول في مصفى تانية عشان تتصفى بسرعة معانا عشان نعبيها. اهم حاجة برضو البامية اللي انت هتخزنيها تنقي البامية اللي هي ايه حجمها صغير ومتوسط، عشان دي بتبقى جميلة في التخزين. لكن البامية الكبيرة مش هتبقى حلوة. بتخزين البامية في نص الموسم، ولا في اولها ولا في الاخر، في نص الموسم كده تخزين البامية. حبايبي سبتها صفت خالص اهي، وهنبدأ بقى ايه نقول بسم الله كده ونعبيها زي ما انت عايزه بقى، نص كيلو، 400 جرام، 600 جرام، زي انت الطبخه اللي انت بتعمليه على قد طبختك كده. انا هعبي على 600 جرام. انا معايا كده 600 جرام. وهتمسكيها كده، اهم حاجه بقى انت تطلعي منها الهواء خالص كده، متخليش فيها هواء خالص معاكي. اصبر عليها كده، تتكي كده لحد الهواء ما يطلع معاكي خالص كده. في نفس الوقت تبقى مفروده عشان ما تاخدش منك مكان في الفريزر، عشان تتن باللون الاخضر الجميل ده طول السنه ان شاء الله. تيجي بقى ربطه الكيس كده تربطه كويس خالص بالطريقه دي. طيب انا عبيت الباميه اهي وخرجت منها الهواء وربطت الكيس كويس. تصفيها كويس برضو اهم حاجه بس، وتحطها في الفريزر بقى كده وتقعد معاك ان شاء الله طول السنه باللون الاخضر الجميل ده. اعمليها بنفس الطريقه ديت وهتعجبك ان شاء الله. متنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه.